شمال شرق سوريا كان أيضا هو حالة طارئة كما كان شمال غرب سوريا، كما كانت مناطق أخرى موجودة. هذا الملف عندما تم توقيع الاتفاق 10 آذار، الاتفاق لم يكن مرضيا للدول المهتمة بهذا الملف، لكن نحن أيضا نجحنا في إقناع الدول التي تهتم بهذا الملف أن هذا الاتفاق هو الأفضل لمصلحة مستقبل سوريا، فنريد أن نحله بطريقة توافقية. نحن من شهر آذار وإلى اليوم جرت العديد من اللقاءات مع يعني ممثلي قوات سوريا الديمقراطية. نحن ننظر لشمال شرق سوريا هي منطقة يعني أصيلة وهامة جدا من سوريا. نرى أن الوقت قد حان لدمج القوات العسكرية والأمنية في مؤسساتها المباشرة، سواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. بالتأكيد إذا أي طرف يريد أن يعني يربح كل شيء سيخسر كل شيء. فاليوم أي اتفاق هو حالة تنازلية من طرفين. الكل يعلم أن روسيا كانت شريكة للنظام السابق، وأيضا شاركت في المأساة السورية. وفي يوم 6 ديسمبر قبل سقوط النظام بيومين حصل هناك لقاء مع روسيا. طبعا الكفة قد مالت وقتها للمجاهدين والثوار. تم التأكيد أن الشعب السوري يريد أو ما يقوم به حاليا هو تغيير النظام وليس تغيير تحالفات النظام.